بتحس إنك تايه، حاسس إنك عايز تثبت نفسك طول الوقت، مضغوط، مشتت. لو الإحساس ده جواك اسمعني كويس، أنت مش لوحدك. ده واحد من جيل كامل اتولد لقى نفسه في وسط زحمة معلومات ملهاش آخر، زحمة آراء متناقضة، زحمة اختيارات تخلي العقل يشيء، زحمة صور مثالية بتطاردك في كل مكان، زحمة مقارنات بتسرق منك راحتك. إحنا جين زي، ودي حدوتة يمكن تكون حكايتك أنت بالظبط. إحنا جيل فتح عينه لقى الموبايل في ايده، الانترنت شريان حياه، مفيش عندنا حاجه اسمها ما قبل الانترنت. احنا كنا اونلاين قبل ما نعرف ننطق كلمه اونلاين، تربينا على ريلزات سريعه، على ترندات بتغير العالم في لحظات، وميمز بتلخص حياتنا. ولما كبرنا لقينا نفسنا لازم نحدد احنا مين وسط كل دول. احنا جيل بيعرف كل حاجه بس ساعات بيحس انه مش فاهم نفسه. احنا الجيل اللي اتولد ما بين 97 ل 2012، جيل طلع في عالم ديجيتال بالكامل. تعودنا على استخدام الشاشات كجزء من وجودنا، بنعتمد بشكل أساسي على الإنترنت في كل حاجة، من بحث عن أي معلومة بسيطة لحد تعلم أي مهارة معقدة ذاتية. عندنا قدرات خرافية على التعامل مع اختيارات لا نهائية، تواصل مع أي حد في أي مكان. ورغم الصورة النمطية إلا إننا جيل بيتمتع بذكاء استثنائي وقدرة أكبر على الإنتاج لو لقينا شغف، وعندنا قدرة على تغيير مسارنا وأفكارنا لو لقينا طريق أحسن. إحنا التعليم الذاتي في أنقى صورة. زمان كان عندك طرق محددة تمشي فيها، ولكن دلوقتي في 1000 طريق، وكل واحد فيهم شكله حلو من بره. بس السؤال اللي بيطاردنا، هل ده طريقي ولا طريق ناس تاني وأنا بقلده؟ كل شاب فينا بقى عنده وصول لكل حاجة، من تعليم على أعلى مستوى لفرص شغل في شركات عالمية، بس مفيش خلطة سحرية تقولك تمشي إزاي. ولما بتفتح التيك توك تلاقي اللي بيقولك ابدأ من دلوقتي، انت بتضيع وقتك لو لسه مش مليونير، ولو مش هتصحى الساعة 5 الفجر انت فاشل. الضغط ده بيخلق نوع من التشتت والضياع. النشأة في عصر السوشيال ميديا عرضتنا لضغط غير مسبق، بنحاول دايما نظهر في صورة مثالية لدرجة انها بتستهلكنا نفسيا. حياتنا الافتراضية احيانا بتغطي على حياتنا الواقعية لدرجة اننا ما بنقدرش ننفصل عن السوشيال ميديا ولو لساعة واحدة. جين زي هو اكتر جيل بيتكلم عن الصحة النفسية بصراحة، بس للأسف برضو احنا اكتر جيل بيجيله قلق وبانيك اتاكس، لاننا بنعيش دايما في مقارنة مع ريلز وترندات. بنشوف نجاحات الناس في ثواني وازاي قدروا يوصلوا لقمم احلامهم في لحظات، بس مفيش حد بيورينا ساعات الفشل والانهيار اللي بيعدوا بيها. وده بيخلق دايما شعور باننا متاخرين او اننا اقل من غيرنا، وبيحملنا ضغوط ضخمه عشان بنحاول نثبت نفسنا في عالم مليان بملايين بيحاولوا يوصلوا لنفس الحلم. ده ساعات بيخلينا نحس ان احنا كبرنا وعجزنا في سن بدري جدا، لان التوقعات اللي علينا اكبر من اعمارنا بمراحل. الاجيال اللي قبلنا كانت بتقول اشتغل عشان نعيش، لكن احنا جين زي فلسفتنا اتغيرت تماما. عيش عشان تشتغل الحاجه اللي بتحبها. ده مش معناه اننا بنكسل او مش عايزين نشتغل، بالعكس، لاننا بندور على شغل يناسب طموحاتنا، قيمنا ونمط حياتنا. قيمنا الجديده بتدور حوالين الحريه في الاختيار، المرونه في العمل، وان احنا نلاقي معنى في اللي احنا بنشتغل، واننا نحافظ على صحتنا النفسيه. شغل من البيت ده افضل، مدير متحكم في كل تفصيله اكيد لا، ضغط شغل بدون هدف واضح مش مقبول. بنلاقي نفسنا في الشغل اللي بيعتمد على التطبيقات والذكاء الاصطناعي، ولكن في المقابل احيانا ما بنعرفش نتعامل مع البشر والاندماج في العمل التقليدي. بنميل اننا نسيب الشغل بسهوله، وده احيانا بيفسروه كاستحقاق اكتسبناه من السوشيال ميديا، ولكن في الحقيقه احنا بندور على بيئه تقدر قيمتنا وتسمح لنا بالتطور. اغلبيتنا بيفضل الفريلانسنج، وده بيفتح لنا افاق جديده، بس احيانا دون المهارات والمعرفه الكافيه في البدايه. احنا جيل عايز تاثير حقيقي مش مجرد وظيفه روتينيه، عايزين نحس ان شغلنا ليه قيمه، سواء كانت مشاريع او فريلانسنج او حتى تطوع. لكن الفرق ان الاجيال اللي قبلنا خدوا تجاربهم في بيئه تكاد تكون محدوده، واختيارات قد تكون مرسومه من قبل ولادتهم اصلا، واحنا بنخوض تجارب وحروب نفسيه داخليه، ضغط مقارنه، فقدان معنى، عزله، امراض نفسيه، هروب، جلد ذات. ولكن ده مش هيبان لاننا ما بنحبش نظهر في موقف ضعف، فبيبان علينا اننا مستسلمين ومدلعين. نظره المجتمع لينا قاسيه جدا، بيوصفونا كجيل مهووس بالتكنولوجيا، واحيانا بيتهمونا بالانحلال الاخلاقي او العزله او الفشل في الشغل. لكن السؤال هنا، هل ينفع نقارن جيل بجيل تاني رغم الاختلافات في الادوات والظروف اللي متوفره في كل جيل منهم؟ وهل كل تقليد من الماضي لازم نسلم ليه من غير ما نفهم؟ احنا جيل مش مشابه، لكننا بنحب نفهم كل حاجه الاول ونعرف ليه. عايزين اللي ينصحنا مش اللي يأمرنا وخلاص. مش دايما الكبير بيكون على حق في كل شيء، الظروف بتتغير والمعلومات بتتبدل، واحنا بنسعى للاقتناع والفهم مش مجرد التسليم الاعمى. وفي النهايه ما ينفعش نقارن جين زي باي جيل من الاجيال اللي سبق، بسبب كميه المعلومات الضخمه والتكنولوجيا اللي تعرضنا لها ما كانتش موجوده قبل كده. وده مش للدفاع عن اخطائنا، كلنا بنغلط وكلنا محتاجين نتعلم، ولكن احنا محتاجين مساحه تسمح لنا نغلط ونتعلم، وفرصه تدينا الامان النفسي عشان نتكون صح. احنا مش فاشلين، احنا لسه بنحاول، احنا مش مشتتين، احنا في مرحله استكشاف، احنا مش تايهين، احنا بنحاول ندور على البوصله بتاعتنا. وده جين زي، الجيل اللي اتولد في الزحمه بس لسه عنده بنصنع طريقه الخاص وسط كل الدوشه دي بطريقته الخاصه. ولو سالتونا احنا عايزين ايه؟ عايزين احترام، مش مجرد نصايح من فوق. عايزين اللي حوالينا يقدرونا، يسمعونا بجد، مش مجرد انهم يقارنونا باي جيل تاني.
عايزين نشوف دورنا الحقيقي في الدنيا، مش نعيش دور مكتوب لينا من حد تاني. احنا مش ضد اللي قبلنا، بس احنا مش نفسه. مش لازم نعيش نفس اللي عشتوه عشان نحس بقيمتنا. الزمن اتغير والاحتياجات اتبدلت، بس اللي ما ينفعش يتغير هو الاحترام، واحترام الاختلاف، واحترام التجربة. وفي النهاية لو حسيت ان الكلام ده بيلمسك، يبقى الحلقة دي ليك. ومن وجهة نظري، جين زي مش جيل فاشل، ده جيل لسه بيتكون وبيحاول يلاقي نفسه في عالم لسه بيتعلم ازاي يتعامل معاه.